نفسك تخسر دهونك ومشتت ما بين الأنظمة اللي انت كل شوية تسمعها، كيتو، صيام متقطع. كل شوية بتسمع نظام غذائي مختلف ومش عارف تبدأ منين. تعالى بقى منظمك واقولك ان الحياة مفيش نظام احسن من التاني اصلا. مفيش حاجة اسمها احسن نظام في الدنيا عشان اخس بسرعة. طول الوقت الناس بتدور على النظام السحري اللي هيخليها تخس بسرعة، لكن مفيش الكلام ده. ولا الصيام المتقطع يخسسك بسرعة، ولا الكارب سايكل يخسسك بسرعة، ولا اي حاجة من الكلام ده. الكيتو ممكن ينفع للناس، اما الصيام المتقطع ممكن ينفع لناس تانية. يعني مفيش نظام ثابت يمشي على كل الناس. ما اروحش مثلا اعمل كوبي للنظام ده واديه بيست للناس كلها. ده مش صح. النقطة هنا مش في اسم النظام اللي انت ماشي عليه، النقطة هنا في 3 حاجات، واول حاجة وهي الالتزام. حط مليون خط تحتها. انك تلتزم اطول فترة على نظام انت ماشي عليه، هو ده النظام اللي هتقدر تحقق منه نتائج كويسة. وتاني حاجة النظام ده يكون مناسب لحياتك واكلك اليومي. وتالت حاجة يخليك في عجز سعرات لو انت هدفك انك تخس. هديك مثال بسيط على الكلام ده كله. لو انت الوقت بتاكل اكل البيت واكل البيت بيخسسك، فده افضل نظام ممكن تمشي عليه. مش فارقة الاسم، اهم حاجة تحقق هدفك من النظام ده. فالخلاصة عشان ما توجعش قلبك وتقعد تدور كتير وتبحث كتير، افضل نظام غذائي في العالم هو النظام اللي انت تستمر عليه لحد ما توصل لهدفك. وبس كده يا سيدي، ما تنساش تدعيلي بقى، ولو استفدت من الفيديو اعمل فولو عشان اللي جاي يفيدك اكتر.